جماعة الخير، هذا الفيديو من غزة لكل إنسان حر شريف بتابعنا. إحنا حاليا في غزة بنتعرض لإبادات جماعية. أكثر من 1500 شخص حاليا موجودين تحت الأنقاض، بينهم 600 طفل. قلة المعدات اللي موجودة في غزة، أكثر من 11 يوم في ناس موجودة تحت الأنقاض. تخيل أهلك أنت حاليا موجودين تحت الأنقاض وأنت مش عارف تعملهم إشي. في منهم أحياء. تخيل أنت أهلك اللي موجودين. قلة المعدات الطبية اللي موجودة في المستشفيات، أجريت عمليات كبرى في الممرات والأزقة في المستشفيات بسبب عدم وجود أسرة، بسبب عدم وجود كذلك معدات كافية للتعامل مع هؤلاء المصابين. كذلك السولر، حاليا المستشفيات بين الفينة الأخرى الكهرباء تفصل عن المستشفيات. أكثر من شهيد فقدنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فقدان الأكسجين، والكثير والكثير من الأمور داخل غرف العمليات يرتقي منها شهداء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. بالناشد كل إنسان حر شريف شاف